النهاردة الصبح بعد ما أكلت زغليل يمام الماسي قلت كده أقعد قدام المجموعة اللي أنا مربيها جماعي وأحطهم كده ياخدوا عليهم ويتعرفوا عليهم عشان إن شاء الله لما يتفطموا، لأن هم زودوا جدا في فترة الفطام طبعا، وده عشان انا مدلعهم بقعد اكل فيهم كل يوم وبنسى ان هم المفروض كانوا في السن ده يكونوا اتفطموا. بس مفيش مشكلة، هم على قلبي زي العسل، انا بحب اليمام الماسي جدا. دي مجموعة طفرات اللي انا كنت في الفيديو اللي قبل ده مصورها وانا بزقها. طبعا النهاردة انا اكلتهم يدوي المجموعة كلها وكلوا وملوا حصلتهم، وزي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله زي الفل. اما بالنسبة بقى للمجموعة اخواتهم اللي هم في المطار دول او في المصطبة دول، برضو كلهم تأكيل يدوي، كانوا الجيل اللي قبليهم واللي قبليهم، يعني تقريبا من 6 شهور. طبعا التربية الجماعي في ناس كتير بتسألني عنها، هل هي كويسة اليمام الماسي؟ لا، انا بقول لحضرتك ما يفضلش ابدا ان حضرتك تربي او تفرخ او تنتج من اليمام الماسي جماعي، لان هيكون ليه عيوب او مشاكل كتير هتقابلك. احسن حاجة لليمام الماسي في الانتاج او في الفرخ عشان تفرخ زغلول سليم وتنتج زغاليل صحتها كويسة جدا، التربية الفردية، وتقدر تتحكم في الطفرة وفي اللون وتقدر تفهم في اليمام الماسي اكتر. ودي كانت نصيحتي النهاردة ليكو. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا وتثبتوا حضوركم وتعملوا لايك وشير ومتابعة للقناة عشان غيركم يستفيد.